يا مساء الفل على عيونكم. النهارده حبيت اعمل معاكم في البيت. هنعمل مع بعض كروسو، ميني كروسو او مورتو بكل سهوله. مكوناته سهله وبسيطه، كوبايتين دقيق بس هنعمل مع بعض احلى ميني كروسو في البيت. تعالوا نشوف عملناه ازاي. جبنا مع بعض كوبايتين 2 دقيق وكوبايه لبن رايب، تمام، او حليب المتواجد عندك، وبيضه، وعندي كيس فانيليا، وعندي معلقه سمنه ومعلقه زيت. بالنسبه بقى للملح، هنحط نص معلقه ملح بسيطه، ومعلقه لبن بودره، ومعلقه خميره، ومعلقه سكر كبيره. وهنزل كده اول حاجه بالبيضه، وبعد كده هضيف عليها اللبن. بنحط المكونات السايله الاول، تمام. عايزه اقول لكم الموضوع سهل قوي، يعني مش هتستصعبوه ولا حاجه، هتعملوه كده بكل سهوله في البيت، مش هتحتاجي ان تشتريه من بره تاني، وسهل جدا ان شاء الله يعجبكم. بعد كده نزلت بقى بالخميره والملح والسكر، واقلب كويس قوي عشان المكونات تختلط مع بعضها. وهننزل بالدقيق، ويا ريت يكون الدقيق منخول مره او مرتين على الاقل، تمام. بعد كده هنبدأ نقلب كويس جدا مع بعض، ونحط الفانيليا، اهم حاجة الفانيليا عشان ريحة الزفارة. بعد ما حطيت الفانيليا بتاعتي هعجن بقى العجينة، تعجنيها كويس عشان ما تبقاش مشققة. وبعد كده هغطيها، احنا في الحر هتقعد نص ساعة بس، لو في الشتاء هتقعد اكتر من ساعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بقى نكورها، الكوبايتين دقيق بالظبط عملوا معايا 9 كور بالشكل ده. بعد ما كورتها، تعالوا بقى اما اقول لكم احنا هنفرده بايه. هنجيب مع بعض دلوقتي معلقتين 2 من النشا، ومعلقه سمنه او زيت المتواجد عندك، سمنه او زيت عادي، الاتنين هينفعوا. وهنبدا نجيب لو عندك نشابه او الخشبه اللي هي اللي بتبقى تفرد العجين ده، عشان تطلع معاكي فرد العجين مظبوط متساوي، لازم تكون حاجه بتفرد العجين، المردانه دي، تمام. هنفرد كده بالشكل ده، بنفرد على نشا مش دقيق. وهنفرد واحده واحده بالشكل ده كده، ونسيبها ترتاح على جنب، وهوريكم هنعمل ايه مع بعض كده بالشكل ده. نفرد كذا واحده كمان مع بعض. في الاول مش لازم تفرديها الفرد الكامل ليها، عشان هترتاح شويه، كل ما ترتاح معاكي هتنفرد بكل سهوله. تعالوا بقى اما لكم بعد ما فردناها هنعمل ايه. بصوا انا فردته بالشكل ده. يلا بينا بقى نشوف. هنشيل الطبق كده واقول لكم هنعمل ايه مع بعض. هنجيب اول واحده وندهنها اول حاجه خالص، هنفردها كمان شويه. هحط السمنه بتاعتي، وبعد كده هنزل عليها بشويه نشا، واحده واحده كده مع بعض، واحنا ماشيين مع بعض بكل التفاصيل. انا كده فردتها بالشكل ده. حطيت سمنه، كل الجناب وكل العجينه بتحطي عليها بتبقى كلها سمنه يعني. وبعد كده في الاخر بقى، بعد ما افرد التانية، هحط شويه نشا عشان ما تلزقش على العجينه اللي فوقها. احنا هنحط واحده فوق واحده، تمام. جبت ده كده، الشكل ده. اخليهم متساويين، يعني كله يبقى ايه مقاس واحد. بحاول كده بكل يعني بسويها كده في كل الاطراف تبقى قد بعضها، وادهن سمنه تاني الشكل ده كده. كملت كل الكميه، هنبدا نفرد من اول وجديد تاني لحد ما تبقى ايه عجينه سمكها كده، يعني سمك سنتي كده. وفي الاخر بقى بعد ما نفردها مع بعض، هنحاول نساوي كل الاطراف بالشكل ده كده. هجيب قطعه البيتزا اسويها عشان ما تبقاش ايه، والحاجات اللي تطلع دي مش هرميها، هوريكم في الاخر انا عملت بيها ايه. لو وصلتوا بقى معايا هنا الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك. بصوا بالشكل ده كده، انا مش هرميه زي ما قلت لكم. تعالوا بقى نقطعها مع بعض تقطيعه الكرواسو او المولتو او الباتيه، اي حاجه اللي انت اي حابه تعمليها. العجينه تنفع حاجات كتير، تنفع مولتو، باتيه، كرواسو، تنفع معجنات كتير يعني. خلاص انا فردتها ما شاء الله، السمك بتاعها حلو قوي. هبدا يعني اقطعها بالشكل ده كده 4 تربع، تمام. وكل ربع بقى تبداي اللي انت ايه تقطعيه بالمقاس اللي انت عايزاه.
انا عشان عاملاه ميني كروسو، فهبدا ان انا اصغر التقطيع شويه. لو هتعمليه حاجه كبيره يعني كروسو كبير، هتقللي التقطيع شويه. وحطيت شوكولاته نوتيلا او شوكولاته سايحه او صوص شوكولاته اللي موجوده عندك، ولفتها بالشكل ده كده. شفتوا الموضوع سهل وبسيط خالص كده. انا خلصت الطريقه معاكم وخلصنا كل الكميه دي. بقى الحاجات اللي قلت لكم طلعت في الاول عملت بيها اشكال بالشكل ده كده، وحطيته في الفرن على درجه حراره 180 وقعد بالظبط نص ساعه. وده شكله بعد ما طلع. اتمنى يكون